عارف ايه اكبر كذبه احنا بنصدقها؟ ان انت محتاج تكون متحمس وعندك شغف علشان تنجز، والحقيقه ان الشغف ده عامل زي بنزين كده، يولع بسرعه قوي بس بيخلص اسرع. السنين اللي فاتت دي علمتني ان مفيش حاجه اسمها خبطه حظ، ولا في حاجه اسمها لحظه الهام، ولا في حاجه اسمها كرييتيف بلوك. عشان توصل لحاجه لازم تخليها هي اللايف ستايل بتاعك، يعني تعمل اللي وراك حتى لو مش طايق اللي انت بتعمله، حتى وانت تعبان، حتى وانت جعان، حتى وانت المود بتاعك مش احسن حاجه. الكام سنه اللي فاتت دول انا اخترت ان انا ما امشيش ورا المزاج بتاعي، اخترت الكونسيستنسي، اخترت الانضباط، والانضباط هو اللي بيبني الاصول مش الشغف. لما بتحط جدول ليك يومي، سواء تمرين، صحيان، نوم، قرايه، اي حاجه بسيطه، واحده واحده عقلك بيبتدي يفهم ان مفيش اوبشنز تانية هو ممكن ان هو يعملها، هو لازم يلتزم بده. فلو انت بتتمرن فانت مش رايح تبني عضلات بس، انت بتبني شخصيتك. يعني لو اتدلعت في التمرينه دي او فوتت التمرينه دي، فوارد جدا في حياتك تدلع في الموقف ده او تسكيب الموقف ده. انت بتبني ثقه، والثقه دي مش هتبدا غير من جواك ولنفسك. فلو انت مش واثق في نفسك، مين هيثق فيك؟ لو كلمتك مع الناس دي مش عقد تمليك، كلمتك مع الناس اكيد هتبقى عقد ايجار. يعني بكل بساطه فتره والكلمه دي هتقع، يعني مش مهم. النجاح وانك توصل للحاجه اللي انت عايزها ده مبني على شغل كتير جدا حضرتك بتعمله يوميا بتفاصيله الصغيره قوي لفترات طويله قوي. فما تستناش اما الشغف يخبط لك على الباب، ابني النظام بتاعك من دلوقتي، وخلي الكونسيستنسي والانضباط هما اللي يسوقوا الطريق. وما تمثلش تقول اصل انا النهارده تعبان، اصل انا النهارده مرهق، عشان بكل بساطه لو انت النهارده بتتعامل مع نفسك في واحد تاني ولقيته بيعمل معاك نفس اللي انت بتعمله مع نفسك، يقول لك بقى اصل انا تعبان النهارده، اصل انا مش قادر، اصل انا النهارده عندي كرييتيف بلوك. كميه الاعذار اللي انت عمال تقولها دي لو انت سمعتها من حد تاني قدامك، وانا بقول لك اهو من غير ما اقول لك صدقني، انت مش هتبقى عايز تتعامل معاه. فلو انت استنيت مزاجك يبقى حلو ورايق والدنيا تبقى تمام عشان تشتغل، فانا جاي اقول لك اهو البيرفكت تايم عمره ما هيجي، فابدا دلوقتي.